قناة السويس ودعوة إلى قناة السويس. مصر هي الرخاء وهي بناء مصر والتقدم والتنمية. بقول لك يا سيادة الرئيس، سير على بركة الله، عيد مكانة مصر وكيانها في الخارج. خلي عينك على داخل مصر، مجهود عليك، عارفين، بس احنا عارفين مالناش فيه. أرجوك يا سيادة الرئيس، نحن مساندك ونحن في ظهرك، الشعب المصري في ظهرك. بقول لك سير على بركة الله، ولا يعير اهتمام هذه الدعوات المحظورة. احنا صاحيين لها، وانت خليك صاحي وعينك على الأمن. يغير وينسى وراء هذه الجماعه او الدعوات، سواء كانت مقاصد استاذ علاء، استاذ صفوت عشان نوعيهم. انا هقول لهم على محورين او على محورين. المحور الاول موضوع انت مخالف واللي لو ثبت ذلك قانونا هتقع هذا مخالف، وهذه جريمه صعبه عليه تحرير العصيان المدني الجريمه يحاسب عليها، ودي كلها في حد ذاتها بتقرب على موارد وغير مسؤول لاي عمل اخر، اي عمل يعمل في الحكومه او غير الحكومه، بالذات الحكومه ان ينصاع لهذا، لان تعطيل مصالح المواطنين هذه جريمه. هذا من الناحيه القانونيه. اما من الناحيه الاخرى والمحور الاخر هو حق الله سبحانه وتعالى، الشرع خلي بالكم انتم اساسا بترعوا مصالح هذه البلد، ترعوها بانكم هي لقمه حلال تحافظوا عليها ما ينفعش ما تاخدش الفرصه ديت السيد رئيس الاحزاب مجلس النواب القادم من المشهد السياسي. وبعض الناس بتقول ان تاجيل دوت بالنسبه لنا عمليه استفهام، بعض الناس قالت ان السيد الرئيس طلب ان يبقى بعض الاحزاب النبت مع بعضها او نقلل العدد القليل لاحزاب النبت بعض الدول على الارض. المشهد ده كلام الحقيقه ده على مجلس النواب، لان الجمهوريه هنا زي ما سيادة الرئيس سمعنا ان الدكتوره عصمت هي السيده الاولى اللي ترأس حزب. اعتقد الفتره دي يعني مساله مهمه جدا ان الناس تسمعها، عشان انت تمثلي حزب الحريه. يعني انا احترم راي السيد الرئيس، ولكني اختلف معه. الاحزاب المصريه ليست مؤهله لان تقوم بعمل قائمه واحده، واحنا قدامنا حزب الوفد دخل وقعد مع السيد الرئيس. السيد الرئيس ضيع وقته الثمين، ووقته ده مش لحزب الوفد بس، وقته ده الحزب لمصر كلها وللمواطنين كلها وللاحداث الوطنيه والاحداث اللي بتؤرق الامن القومي وامن البلاد. انا بقول لسياده الرئيس شيل ايدك من موضوع الاحزاب دي. سياده الرئيس دول بياخدوا يعني صورهم مع سيادتك وبيزايدوا بيها على المواطنين الغلابه، بيزايدوا بيها سياده الرئيس، ودي حقيقه. بعض الاحزاب بياخدوا الصوره دهيت وياخدوا من المواطنين مبالغ نقديه.